بسم الله. نبدأ الحلقة الثالثة من الإعجاز العلمي في القرآن. ربنا بيقول في سورة يوسف الآية 84: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. في حقيقة علمية مثبتة بتقول إن الحزن ممكن يأثر على الحالة النفسية، والحالة النفسية دي ممكن تأثر على قدرة الإبصار وبيعين، وده بيزيد الضغط عليها مما يؤدي إلى إضعافها، وفي بعض الحالات ممكن تفقد العين بالكامل. ولما العين تفقد أو البصر ما يبقاش موجود، العين بتبقى لونها أبيض. وسبحان الله، ده التشبيه بالظبط اللي ربنا ذكره في سورة يوسف. وفي الآية 41 من سورة الرعد ربنا بيقول: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هل فعلا الأرض بتنقص؟ أثبت علم الجيولوجيا إن الأرض مفرطحة، عاملة زي البيضة كده، في حتة زيادة عن حتة، مش كروية بالكامل سيمترية. وده يدل على إيه؟ ده لأن الأرض في بداية نشأتها كانت عاملة زي العجينة، كانت حاجة كده بتتحرك، بيبقى ليها أشكال مختلفة. وده أدى اللي هي لما بردت بعد كده الأرض بدأ اللي احنا نشوف الاختلافات اللي موجودة. فعندنا حاليا القطر بتاع الأرض عند القطبين بيقل عن القطر بتاع الأرض عند خط الاستواء ب 43 كيلو متر. سبحان الله. آخر آية معانا هي في سورة الحجر في الآية 22. ربنا بيقول: وأرسلنا الرياح لواقح. احنا كنا نعرف ازاي ان الرياح هي اللي بتاخد حبوب اللقاح وتنقلها من شجرة لشجرة. احنا دلوقتي عارفين ده حاجة مسلمة، بس من 1400 سنة حاجة زي كده ما كانتش معروفة. كذلك طريقة النقل نفسها، اللي هو لازم يبقى فيه قطب سالب مع قطب موجب، وبعد كده النبات يقدر يستفيد منه، ده كله ما كانش معروف قبل كده. بس كده اتمنى تكون فاتك معلومة جديدة المرة دي. حاولنا تكون حلقة تكون خفيفة. دي كانت الحلقة الثالثة من السلسلة بتاعتنا الرمضانية، وانا عبد الله عماد، واشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.